ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة ان شاء الله وصفة سهلة جدا. هنعمل النهاردة فطاير البرجر بعجينة قطنية هشة. وصفة سهلة جدا وبسيطة لأجواء الصيف والحر. هنعملها النهاردة ببرجر الفراخ. طبعا ممكن نعملها باللحمة عادي جدا. العجينة بتاعتنا هشة جدا وطرية. يلا بقى بينا نشوف الطريقة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هبدأ الأول بالفراخ بتاعتي. عندي هنا حوالي 300 جرام من صدور الفراخ المفرومة. هنزل عليها بالبهارات بتاعتي: ملح وفلفل، نص معلقة توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ وبابريكا. أهم حاجة بهارات الفراخ تكون نوع كويس. وعندي هنا معلقة كبيرة من الزبدة الطرية، بتدي طعم حلو وطراوة للفراخ بتاعتي. هجيب بقى المكبس بتاعي واشكل البرجر بتاعي. ممكن طبعا نشكله على ايدينا عادي جدا. هشكل كل الكمية واغطيها، اغطي كل قطعة في كيس وادخلها التلاجة. بعد كده بجهز للعجينة بتاعتي. عندي هنا 400 جرام من دقيق المخبوزات او متعدد الاستخدامات، يعني حوالي 3 كوبايات وربع من الدقيق. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، ومعلقتين كبار لبن بودر ممكن تستغنوا عنهم. بعد كده عندي هنا بيضة بنزل بيها على الخليط الدقيق بتاعي. وبسيب معلقة صغيرة كده ادهن بيها الوش. عندي نص كوباية من اللبن الدافي، نص كوباية من المية الدافية. ببدأ بقى اعجن كل الخليط بتاعي كده. واول ما العجينة بتاعتي تلم معايا هنزل ب35 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ. يعني حوالي معلقتين كبار مش مليانين قوي من الزبدة، او معلقة كبيرة مليانة من الزبدة. هبدأ بقى ان انا اعجن العجينة بتاعتي كده بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. العجينة بتاعتي النهاردة بتكون طرية، بس في نفس الوقت نحاول ما نخليهاش بتلزق كده في ايدينا. وطبعا عشان نوصل للملمس دوت. بنعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا مدة ما تقلش عن 10 دقايق، لحد ما العجينة بتاعتي الاقيها كده مش بتلزق معايا على الرخامة. هبدأ بقى ان انا اجيب البولة بتاعتي تكون مدهونة بنقطة زيت او زبدة، واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. هبدأ بقى ان انا اسوي البرجر بتاعي. عندي هنا طاسة سخنة فيها زيت. هبدأ بقى ان انا انزل بالبرجر بتاعي كده. بعد ما ياخد لون كده هبدأ ان انا اقلبه على الجنب التاني. واسوي بقى كل الكمية بتاعتي واحطها في طبق لحد ما اشكل العجينة بتاعتي بالشكل ده كده. في الوقت دوت بتكون العجينة بتاعتي خمرت زي ما انتوا شايفين كده، العجينة طرية وناجحة جدا. هبدأ بقى ان انا اقسمها لكرات على حسب طبعا حجم البرجر اللي انتوا عملتوه. اهم حاجة تكون كل الكرات متساوية. هبدأ بقى ان انا ابدأ بقى اشكل الفطاير بتاعتي. هبدأ بأول كورة كده هتكون ارتاحت شوية. هبدأ ان انا ارش رشة بسيطة من الدقيق وافردها بالشكل ده كده على الرخامة. تكون يعني مش رقيقة قوي، وطبعا مش عايزاها تخينة علشان الفطاير ما تبقاش كلها عجين. تكون رفيعة كده على قد ما نقدر، طبعا مش رفيعة قوي. هبدأ بقى ان انا انزل كاتشب كده. طبعا الحشوة ديت على حسب ذوقكم، ممكن تحطوا طماطم، ممكن تحطوا بصل. بعد الكاتشب هحط شريحة من الجبنة الشيدر، ممكن تستبدلوها بأي نوع جبنة انتوا عايزينه. بعد كده الفراخ بتاعتي. بعد كده كاتشب تاني، وبعد كده شريحة من الجبنة. وهقفل كويس كده العجينة بتاعتي بالشكل ده. نقفلها كويس، واي زوايد بنشيلها طبعا علشان يعني ما تبقاش الفطيرة بتاعتي مليانة كده عجين واحس بطعم البرجر. وطبعا الحشو زي ما انا قلتلكوا على حسب ذوقكوا. اهم حاجة تقفلوا البرجر كويس كده من تحت.
بعد بقى ما بشكل كل الكمية برصها في الصينية بتاعتي، وبسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة كده. طبعا بكون مسخنة الفرن بتاعي كويس جدا قبل ما ابدأ في التشكيل. وببدأ بقى ان انا ادهن وش الفطاير بتاعتي بالبيض واللبن ونقطة من الخل، وبرش سمسم وبدخلها الفرن. بتقعد معايا حوالي ربع ساعة، وبعد ما بتطلع بغطيها علشان تفضل معايا طرية. عايزة اقول لكم طعمها رهيب وريحتها خطيرة. وصفة سهلة جدا ومش هتاخد معاكم اي وقت. شايفين بقى العجينة بتاعتي طرية ازاي، وشكل البرجر من جوه والجبنة سايحة. لازم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.